جمله من الاجراءات باش نبنوا عليها اعمال مشتركه. فاسمحوا لي لو كان تشوفون التدخل بتاعي مطول شوي. اللي انا باش نتناول فيه اول حاجه هي منهجيه للقاعه اعتمادها لصياغه ميزانيه 2012 اللي هي تعتمد اساسا على التشاركيه واللامركزيه. ثاني حاجه باش نقدم خصائص الميزانيه نتاع 2012 ونقدم هالمشاريع اللي قاع تمويلها الميزانيه هذه الاصليه والتكميليه. ثم النقطه الثالثه اللي باش نقدمها مهمه برشا اللي هي التقييم نتاع المشاريع اللي وقع تمويلها منذ 2011 وشنو هي الاشكاليات اللي تحوم حولها وشنو هي الدروس اللي احنا نعتبروا بها في تنفيذ ميزانيه 2012 وخاصه شنو الاجراءات اللي يلزمنا ناخذوها توا باش هالمشاريع نتاع 2012 يقع انجازها. التنميه ماهيش استثمار عام فقط بل هي استثمار عام واستثمار خاص. النقطه الثالثه اللي باش نقدمها هي اعطاء لمحه تحليليه على واقع الاستثمار الخاص في البلاد وشنو هي الاشكاليات اللي تحوم حوله وشنو الاجراءات اللي لازمنا نتخذوها اليوم باش ندفعوا الاستثمار الخاص هذا. واخيرا النقطه الرابعه اللي باش نقدمها هو استراتيجيه عامه للتنميه في البلاد اللي تجمع الاستثمار العام والاستثمار الخاص وباش نقدم لكم تصور في الشيء هذايا للتشاور معكم وللتناصح ولابداءكم الراي. وهذا الكل راهو ما هو الا مشروع اللي اليوم ان شاء الله نتشرف اني نعرض على سيادتكم للعمل سويا نخدموا مع بعضنا اللي هي مساله التنميه مساله مهمه برشا. فما حتى طرف وحده قادر باش يقوم بها. المطلوب توا تكاتف جميع الجهود وأن نجعل من مسألة التنمية مسألة أساسية وأولية في تفكيرنا وفي نشاطاتنا وفي تحركاتنا في خطاباتنا في تحاليلنا في كل ما احنا نقوم به. هذه الدعوة. المنهجية اللي وقع اعتمادها في إنجاز هالميزانية نتاع 2012 انطلقت ابتداء من 14 جانفي خرج منشور من السيد رئيس الحكومة اللي هو ينص على تكوين لجان جهوية للتنمية. المسؤولية نتاعها حاجتين، أولاً تبويب أولويات المشاريع العمومية حسب حاجيات الجهات، وثانياً متابعة المشاريع العمومية والاستثمار العام، متابعة إنجازها. اللجان الجهوية هذه تتركب خاصة ومشكورين انتم أعضاء المجلس التأسيسي اللي هم كان عندهم دور فعال في داخل اللجان في تبويب هالمشاريع هذه وتحديدها. كذلك متكونة من جميع الهياكل القطاعية والنقابية، متكونة من جمعيات التنموية والمجتمع المدني، ومتكونة من الإدارات الجهوية، ومتكونة كذلك من تمثيلية البلديات اللي هي موجودة في داخل كل ولاية مع رئاسة السيد الوالي والمدير الجهوي للتنمية. فما نجاح كبير للجان الجهوية للتنمية اللي هو أنا نشكركم انتم بالأساس ونشكر الجمعيات التنموية وجميع الأطراف اللي هي شاركت فيه. كانت الاجتماعات ما بين 120 شخص و220 شخص وتواصل عمل اللجان هذايا بداية من 15 جانفي إلى موفى شهر جانفي. ومشكورين كذلك الفنيين اللي هم كانوا من وكالة التعاون الفني اللي هم شاركوا معكم ونشطوا هاللجان هذيا. واللجان هذيا في موفى شهر جانفي أعطتنا شنو المشاريع التنموية مبوبة حسب الأولويات لكل جهة. وكانت هاللجان هذه مسؤولة على أنها تجاوب على 3 أسئلة. السؤال الأولاني هو ما هو تحليل الوضع في الولاية من نقاط قوة ونقاط ضعف، من فرص ومن إمكانيات موجودة فيها. السؤال الثاني ما هي التصور الاستراتيجي للتنمية في داخل الولاية. السؤال الثالث ما هي المشاريع العمومية ذات الأولوية التي تمكن من إنجاز تلك الاستراتيجية. وكانت هاللجان هذه خدمت معناها بطريقة معناها فعالة، خدموا حتى نص الليل، خدموا أيام متواصلة، خدموا في أماكن غير مقرات الولاية لأنه فما ساعات ما كانش عندهم الإمكانية باش يشتغلوا في المقرات هذه. وجات المقترحات نتاع الولايات. المقترحات نتاع الولايات بعد ما جات معناها عندكم ان شاء الله فما قرص يقع توزيعه ان شاء الله اللي يتم انجازه بعد هذاك نهار 19 جانفي.
وقعت ندوة وطنية للتنمية اللي تطرح فيها سؤال مهم برشا. ما هي المعايير؟ السؤال هو الآتي: ما هي المعايير الموضوعية والواقعية والعلمية التي يجب اتخاذها من أجل توزيع عادل للاستثمارات العمومية بين الولايات؟ بحثنا شنو المعايير اللي وقع اعتمادها قبل، وكانت الإجابة سلبية. ما فماش كان معيار موضوع لتوزيع الميزانية بين الولايات ولا بتوزيع الاستثمارات العمومية. فبعد 19 جانفي معناها اعتمادا على الندوة هذيك وقع 3 لقاءات في داخل وزارة التنمية الجهوية والتخطيط اللي شارك فيها مشكورين أعضاء اللجنة، معناها اللجنة المالية في المجلس الوطني التأسيسي، شاركوا فيه كذلك الجمعيات التنموية، شاركوا فيه أساتذة جامعيين مشكورين على ذلك، شاركوا فيه كذلك اتحاد الشغل، شاركت فيه اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وشاركوا فيه جملة الوزارات اللي هي معنية بالأمر هذا. تمخضت هاللقاءات هذه على تكوين مشترك ما بين الأطراف هذه الكل، معناها اتحاد الشغل قدم مقترح في ما يسمى بمفتاح التوزيع، معايير التوزيع، وفي الأخير وقع الاتفاق على أساس أن المعايير هذه تعتمد على 3 معناها مؤشرات كلية. المؤشر الأول هو الخاصيات الهيكلية لكل ولاية. المؤشر الثاني هو الخاصيات الاقتصادية للولاية. المؤشر الثالث هو الخاصيات الاجتماعية للولاية. وهذا اعتمادا على المعطيات المتوفرة في المعهد الوطني للإحصاء. خذينا المعطيات هذيك مع الأخذ بعين الاعتبار الكثافة السكانية، ووقع معناها صياغة جماعية لهالمعايير هذه نتاع التوزيع، اللي هي معايير الهدف نتاعها هو شنو؟ أن يكون ثم توزيع عادل يعتمد على حاجيات الجهات بدون أي تدخل أي طرف، ما يكونش فما قرار سياسي باش تعطي لك الولاية هذيك ولا الولاية هذيك كذا، ولا امتياز نتاع جهات دون جهات أخرى. حسب الخصائص نتاع الولايات وقع معناها اعتماد هالمعايير هذه. حبينا أن المعايير هذه تمشي بدقة أكثر إلى المعتمديات لتوزيع الاستثمارات العمومية داخل المعتمديات، ولكن معناها للأسف أنه ما فماش معطيات حاليا موجودة اللي تعطينا معطيات واقعية، معطيات موضوعية حسب هالمعايير الثلاثة اللي هي معايير هيكلية، معايير اجتماعية، معايير اقتصادية للمعتمديات. فاكتفينا وكان هذاك معناها للأسف ما قدرناش أن ناخذ بدقة أكثر. ووقع اعتماد هالمعايير هذه لتوزيع الاستثمارات. المرحلة الثالثة هو المقاربة، وشاركتوا فيها سيدتكم اللي هي وقعت في موثى شهر فيفري في الأسبوعين الأخيرين من شهر فيفري. كان الهدف نتاع المقاربة هذه أنه نعيطوا للممثلين الجهات أنه يحضروا معنا، هما اللي عندهم الأولويات نتاع الجهات والمشاريع اللي يعتبروها مهمة واللي هي أساسية للتنمية، وكذلك الوزارات القطاعية، وزارة التجهيز، وزارة الصناعة، وزارة البيئة، وزارة التعليم العالي وغيره من الوزارات. وتقسمت إلى 3 ورشات كانت في كل ولاية عندها نهار. والورشة الأولى هي تتناول النقاش والمقاربة حول البنية الأساسية. الورشة الثانية هي حول قطاعات الإنتاج، والورشة الثالثة حول مشاريع التنمية البشرية. والنقاش هذاك هو أنه للنظر إلى أي مدى هالمشاريع المقع اقتراحها من طرف الجهات تنسجم مع المخططات الموجودة في الوزارات، وعندها زاد كذلك إمكانية للإنجاز في سنة 2012. معناها الاختيار بتشريك الجهات، وهذا يقع أول مرة، معناها أول مرة يقع استعمال معايير موضوعية لتوزيع الاستثمار العام، أول مرة تشارك الجهات، وأول مرة تقع المقاربة باشتراك الجهات في ميزانية نتاع سنة في اختيار المشاريع. وكانت العملية هذه زاد مشكورين سيادتكم أنكم شاركتوا فيها، السادة أعضاء المجلس التأسيسي، الجمعيات شاركت فيها، الممثلين على الجهات شاركوا فيها. وقع الاتفاق في الأخير على جملة من المشاريع اللي الوزارات القطاعية تعتبر أنها مشاريع قادرين أننا باش ننجزوها ونطلقوا فيها في سنة 2012، وما تتطلبش دراسات معمقة ودراسات اللي هي ممكن تتجاوز 2012، وهي تنسجم مع المشاريع اللي هي حاليا في طور التنجيز.
تحدد القائمه اعتمادا على المقاربه بك للمشاريع اللي هي باش تتعدى الى معناها التبويب. المشاريع هذه معناها وقع تبويبها حسب الاولويات في مختلف القطاعات هذه، البنيه الاساسيه، قطاعات المنشاه، ثم التنميه البشريه، ثم وفي معناها شهر مارس الكل كان نقاش في داخل معناها مجالس وزاريه على ما هي الميزانيه نتاع التنميه اللي باش تكون في 2012. وتحدد هالميزانيه على اساس انها الميزانيه التكميليه في 2012 باش تكون 1200. فال 1200 كيفاش تم توزيعها؟ تم توزيعها بالاعتماد على النتائج نتاع المقاربه، شنو هي المشاريع اللي وقع ضبطها في المقاربه، ثم بالاعتماد على معايير التوزيع اللي هما كلي دو ريبارتيسيون، مفاتيح التوزيع. معناها انه خدينا المشاريع حسب الاولويات، خدينا الكلي دو ريبارتيسيون والميزانيه التكميليه وقع توزيعها بطريقه مضبوطه حسب المعايير هذيك، ما ثم حتى فارق في اي حتى ولايه. ثم حاجه اخرى اللي هذه الندوه اللي وقعت نهار 19 جانفي وشاركوا فيها جميع الاطراف. كذلك في التوجه هذايا التوجه التشاركي قمنا بجوله لمختلف الولايات للقاء اولا مع الجمعيات، وكان هاللقاء مع الجمعيات للتعرف على مدى امكانيه مشاركه الجمعيات في التنميه، للتعرف على المشاريع المقترحه من طرفها الجمعيات هذه اللي هي باش تساهم في كل جمعيه عندها جمله من الملفات، جمله من المقترحات اللي قدمتها على اساس انها تعتبرها استثمارات عموميه ولا استثمارات خاصه اللي هي تدفع للتنميه. وكانت اللقاءات هذيك لبحث مجالات الاشتراك والتعاون ما بين وزاره التنميه الجهويه والتخطيط والجمعيات التنمويه الموجوده في داخل الجهه. هاللقاءات اللي تمت في داخل الجهات بعد لحقتها لقاءات في داخل الوزاره للتفكير في حاجتين. اول حاجه ما هي الاستراتيجيه التي يجب وضعها من اجل تعاون معناها رسمي ما بين الوزاره والجمعيات التنمويه. ثانيا ما هي الطريقه الهيكليه للتعاون ما بين الوزاره والادارات اللي هي تبعتها والجمعيات التنمويه. وقدمت الجمعيات هذه مقترحات اللي هي اساسا تصب في عمل تشاركي الريزولتاج، ان ترافاي او ريزولتاج. معناها خرجنا من النظره الهرميه اللي فيها الوزاره على اساس انها مركز للمعلومات، مركز للقرار، ومركز معناها للتسيير، الى اعتبار ان الوزاره طرف ما بين الاطراف الاخرى اللي هي في داخل المجتمع، ضروري انها تتعاون مع كل الاطراف تعاون اللي هو في نفس المستوى. الحاجه الثانيه هو كذلك باش نعطيكم بعض النتائج نتاع الشيء هذايا، قمنا بندوات للتنميه والاستثمار في داخل الجهات، مشينا للولايات مختلف الولايات اللي هي تنظمت بطريقه جهويه، معناها الشمال الغربي كانت في ساقية سيدي يوسف، الوسط الغربي كانت في سبيطله، الجنوب الغربي كانت في توصل، الجنوب الشرقي كانت في مدنين، الوسط الشرقي كانت في صفاقس، ثم في نابل، ثم في زروال. قمنا بالزيارات هذه للقاء مع المستثمرين، للقاء مع الجمعيات، للقاء مع ممثلي المجلس التأسيسي للتعرف على الإشكاليات الموجودة في الجهة، للتعرف على المشاريع نتاع الاستثمار الخاص اللي هي موجودة في الجهة واللي هي متعطلة، للتعرف على الإشكاليات نتاع الاستثمار العام اللي هي كذلك متعطلة في داخل الجهة. وخرجنا من غادي جملة من الملفات اللي هي تتجاوز 330 ملف. نقدم لكم بعد النتيجة نتاع العمل على الملفات هذه. اخيرا في معناها فيفري احنا بدينا انطلقنا في شهر جانفي ما فماش في الوزاره ان تابلو اللي هو يعطي في كل ولايه شنو هي المشاريع الاستثمار العام الموجوده فيها. المعلومه هذه مفرقه على كل الوزارات، مفرقه على العديد من الجهات، ما فماش عمليه تجميع للاستثمارات العامه لهدف المتابعه. فمشكورين الساده اللي يخدموا في الاداره العامه للمتابعه والتقييم، قاموا بجهدهم على اساس الاتصال بالوزارات والاتصال بالجهات، التناقل الذهاب معاهم، اخذ المعطيات من عند وزاره الداخليه، وخدمنا عمل مشترك من وزاره الماليه سيستم ادب اللي منظومه ادب اللي عندهم. ثم وصلنا في منتصف فبراير ان
جمعناها المعطيات هذه، عرفنا توا شنو هي المشاريع العمومية الموجودة في كامل الولايات، وشنو هي مدى مستوى إنجازها، وشنو هي الإشكاليات اللي تعترض لها. أول حاجة عملناها حطيناها في CD وبعثناها للجان الجهوية للتنمية، وطلبنا من السيد الوالي أنه يجتمع بأعضاء اللجنة الجهوية للتنمية للنظر في المشاريع هذه، للنظر في أسباب تعطلها ولاتخاذ القرار في حلها المشاكل، وللنظر أنا هم الإشكاليات اللي قادرة اللجنة الجهوية تتحمل مسؤوليتها، وأنا الإشكاليات اللي تتجاوزها وترفعها على مستوى مركزي للوزارات للنظر فيها. نعطيكم بعض المعطيات. فما على 787 مشروع متعطل، 263 وقع اخذها من طرف اللجان الجهويه للتنميه اللي هم تو يشتغلوا على حل مشاكلها، اللي وصلوا معناها بالتعاون مع الاطراف الكل 143 مشروع وقع حل اشكالياته وانطلق المشروع. فانا نركز على الشيء هذايا لانه نعتبره حجر الزاويه. وقع نجاح حاليا في اللجان الجهويه للتنميه في العمل التشاركي الحوكمه الرشيده في اللامركزيه، مش كلام برا فعل. ضروري تثمين الشيء هذا. فين تثمينه؟ تثمينه في متابعه المشاريع، الاستثمار العام ومتابعه الاستثمار الخاص. معناها ماذا بينا انتم الساده اعضاء مجلس تاسيسي في داخل اللجنه تاخذوا بيديكم المشاريع هذه على اساس متابعتها، النظر فيها كانت استثمار عام ولا استثمار خاص. المعركه حاليا لو كان حبوا يحققوها الثوره راهو تحقيق المشاريع بتاع الاستثمار العام والاستثمار الخاص، مش حاجه اخرى. وهذايا المجال العملي الميداني. لو كان جهاتنا توا تحتاج لينا باش نقدموا لها قيمه مضافه، باش نقدموا لها خدمه كادارات ولا كاعضاء مجلس تاسيسي، انا اقتراحي راهو في هذا، راهو في المشاريع العموميه اللي هي متعطله واللي جايه تو في 2012، وراهو في مشاريع الاستثمار الخاص الدفع. وهاو مع بعضنا باش نشوفوا شنو هي الحاجات اللي كانت معطله. تسمحوا نتعدى توا هذايا المسار، هذايا المنهجيه اللي تبعناها، شو النتيجه نتاعو فيما يخص الاستثمار العام. فيما يخص خاصه الميزانيه نتاع 2012، الميزانيه الاصليه والميزانيه التكميليه. شنو خصائص هالميزانيه هذه؟ اول حاجه هو انه فما 6400 مليون دينار اللي هي مبوبه للتنميه كمشاريع استثماريه. المعدل في العشر سنوات الفارطه كانت الاستثمارات في التنميه معدلها 3265. اللي تتميز به سنه 2012 هو انها وقع تضعيفها، فما زياده ب 96%. هذه استجابه للثوره. لو كان الثوره جابت حاجه هو راهو تضعيف ميزانيه التنميه اللي هي مخصصه في ميزانيه 2012 واللي هي بتتوزع ما بين الجهات. كلفه المشاريع صلب الميزانيه التكميليه مثلت 34.3%. معناها اللجان الجهويه للتنميه جابت 7356 مليون دينار ككلفه. فما كان تسمحوا فرق ما بين الكلفه والاستثمار ولا الكلفه والدفع. الكلفه هي كلفه المشروع ككل اللي ممكن يطلب عامين، 3 سنين، 4 سنين، 5 سنين انجازه. فالكلفه تتوزع على جمله من عده سنوات. الدفع هو اكل باش يقع صرفه في سنه 2012. فالكلفه الجمليه نتاع المشاريع اللي وقع اختيارها واعتبارها ذات اولويه من الجهات هي 7356. الميزانيه نتاع 2012 وقع الاستجابه ال 34% من الكلفه هذه. لو كان نحو الكيف وسيدي بوزيد والقصري لانهم قدموا جمله من المشاريع وكلفه اللي هي كبيره برشا نتاع مخططات. النسبه ترتفع الى 43%. معناها نسبه الاستجابه على مستوى كلفه المشاريع اللي قاع تقديمها هي 34%، كنحو الولايات هذه ترتفع الى 43%. كيفاش تتوزع هالمشاريع هذه؟ وقع ادراج مشاريع بكلفه 2522، معناها مركز 7300 وقع ادراج 2500 ككلفه في سنه 2012.
في اطار الميزانيه التكميليه لسنه 2012 خصصت لها 1200 اعتمادات دفع. معناها اعتمادات دفع اللي اجتمع في 2012 ما بين 2500 هذه باش يقع صرفها في عام 2012 كميزانيه تكميليه. اللي هي ما بين ال 1200 باش يقع توزيع ما بين الجهات 793. كما تشوفوا فما الاعتمادات الموزعه ما بين الولايات هي 792 مليون دينار. الاعتمادات اللي هي ماهيش باش تتوزع مشاريع وطنيه 188. هذه مشاريع ما نقدروش نوزعوها لانها مختصره نشوف التفصيل بتاعها ما بين عده ولايات ولا مشاريع وطنيه. فما الاستثمارات غير موزعه 18 مليون دينار، وفما السكن الاجتماعي والتدخلات الاجتماعيه لحد الان مازالت ماهيش متوزعه. علاش؟ لانه نستنوا انه وزاره الشؤون الاجتماعيه تكمل في الاستماره اللي تعمل فيها على العائلات اللي تحتاج معناها سكن اجتماعي، والاستماره اللي تعمل فيها على التدخلات الاجتماعيه. وقع الاتفاق في المجلس الوزاري كان فما 185 ألف عائله معوزه اللي كانت تاخذ في منحه ب 70 دينار باش يقع ترجيحها الى 100 دينار، وباش يقع اضافه 50 ألف عائله اخرى. وحاليا فما عمليه تحيين لجمله العائلات هذه، وننتظروا في عمليه التحيين باش يقع توزيع هذه 100 مليون دينار. فكنشوفوا احنا الميزانيه ككل ما بين اصليه وتكميليه. المشاريع عندنا هاو 5200 المجموع العام نتاع الاصلي و1200 نتاع التكميلي، والجمله نتاعها 6400. فما المشاريع الموزعه عندنا 1707 في الاصلي وعندنا 792 في التكميلي. فالجمله نتاعها 2499 ما يقارب 2500 مليون دينار باش يقع توزيعها ما بين الولايات. مشاريع وطنيه عندنا في الاصلي 1276، في التكميلي 188 مليون دينار. الجمله نتاعها 1465. استثمارات غير موزعه عندنا 2235. في التدخلات الاجتماعيه عندنا 100 مليون دينار، وعندنا السكن الاجتماعي 100 مليون دينار. التوزيع توا ما بين القطاعات ما بين الجهات. التوزيع هذايا عندنا تونس الكبرى في الميزانيه الاصليه 341، في الميزانيه التكميليه 128، المجموع 469. الشمال الشرقي 209 مليون دينار في الميزانيه الاصليه، 101 في الميزانيه التكميليه، 311 في سنه 2012. الوسط الشرقي 218 في الاصلي، 147 في التكميلي، والجمله 366. في الجنوب الشرقي 185 في الاصلي، 92 في التكميلي، المجموع 277. الشمال الغربي 320 في الاصلي، 116 في التكميلي، 436 كمجموع. الوسط الغربي 266 في الاصلي، 138 في التكميلي، 404 كمجموع. الجنوب الغربي 165 في الاصلي، 67 في التكميلي، 232 كمجموع. المشاريع الوطنيه اللي موقعش توزيعها اللي هي معناها شفناها اللي هي 188 مليون دينار موزعه الطرقات والجسور، المشاريع الفلاحيه، الصناعات التقليديه، المواصلات، التربيه، التعليم العالي، التكوين المهني، التشغيل، الشباب والطفوله. هذه المشاريع الوطنيه اللي هي ما يمكنش توزيعها حسب الولايات. ما هي خصائص الميزانيه هذه؟ اول خاصيه 40% من الميزانيه هذه وقع معناها توزيعها للتنميه البشريه، لاهميه التنميه البشريه. معناها 40% من الميزانيه نتاع 2012 وقع توزيعها للاستثمار في الكائن البشري، لتنميه الكائن البشري على مستوى الثقافه، على مستوى التربيه، على مستوى التشغيل، على مستوى محاربه الفقر، على مستوى الشباب والطفوله، على مختلف المشاريع اللي هي في المجال البشري. فما 35% اللي هي 130 مليون دينار، هذه مشاريع اللي باش يقع توزيعها حسب احتياج الجهات. ال 130 مليون دينار اللجان الجهويه في التنميه هي باش تنظر كيفاش باش توزعها حسب اطراف ذات اولويه. عندنا 11% هي مشاريع وزعت في البنيه الاساسيه، و 14% سامحوني في الاخير هي في قطاعات الانتاج. معناها فالتقسيم 40% في التنميه البشريه،
35% هي مشاريع وزعت بالنظر في داخل الجهات حسب اختياراتها، فما 11% هي في البنية الأساسية، وفما عندنا برنامج التنمية المندمجة. القيمة نتاعهم هذوما 500 مليون دينار في البرنامج الجهوي للتنمية، 15 مليون دينار برنامج الحظائر الجهوية للتنمية، و15 مليون دينار برنامج التنمية المندمجة. المشاريع هذه وقع توزيعها لتقريب الفوارق ما بين الجهات الداخليه والساحليه، 34.4 هي للولايات الساحليه و65.6 للولايات الداخليه. البرامج هذه الهدف منها هو استحداث التنميه. نبداو بالبرنامج الاول اللي هو برنامج الجهوي للتنميه. الهدف نتاعو هو استحداث التنميه المحليه بالجهات الحضريه والريفيه، وتجسيما المركزيه العمل التنموي تتولى المجالس الجهويه واللجان الجهويه للنظر في المشاريع هذه، وتبلغ الاعتمادات نتاعو 500 مليون دينار. شنو هي المشاريع اللي ممكن تقع في هالاطار هذا؟ تحسين ظروف العيش، الحظائر الجهويه، احداث وتدعيم موارد الرزق، المساهمات في توفير التمويل الذاتي لمشاريع البنك التونسي للتضامن. هذه مساله مهمه، والحمد لله وقع الامضاء على اتفاق ما بين وزاره التنميه الجهويه للتخطيط وقع رصد 5 مليون دينار في البلاد هذايا ووزاره الماليه مع بنك التضامن، على اساس انه فما ما يقارب 3000 مشروع خاص، خاصه لحاملي شهادات العليا ما عندوش التمويل الذاتي. فهل الميزانيه هذه باش يقع صرفها لك المستثمرين اللي ما عندوش تمويل ذاتي واللي كانوا متعاطلين تبع عندهم سنوات. التكوين المهني، دعم سعر شراء الحرفاء، برامج تشغيل خصوصيه، اعاده تهيئه المناطق الصناعيه الموجوده خارج المناطق التنميه الجهويه، والمجموعه بتاعها هذه 500 مليون دينار. ثانيا برنامج التنميه المندمجه يشمل هدايا 90 معتمديه، 99 مشروع للتنميه المندمجه لفائده 2 ملايين، معناها 800 ألف شخص، وذلك على قسطين. فما قسط اول يشمل 55 معتمديه، وقسط ثاني يشمل 35 معتمديه. هذايا الكلفه الجمعيه نتاعو 520 مليون دينار. التوزيع نتاع الاعتمادات هذه باش يقع عن طريقه تشاركيه، معناها انه الناس هي اللي تختار في المعتمديات هذيك انهي المشاريع اللي يقع انجازها. معناها بصفه مجمله شنو هي نوعيه المشاريع هذه؟ فما المشاريع الفرديه المنتجه، فما البنيه الاساسيه المنتجه مثلا كهرباء الاضواء اللي هي تدفع عمليه الانتاج، البنيه الاساسيه من طرقات ولا مسالك النفير، التجهيزات الجماعيه، الدراسات والتسيير، احتياطي كميات الاسعار، والجمله نتاعها الكلفه 520 مليون دينار. ثم توزيع اللي هو كما ذكرت القسط الاول والقسط الثاني. ثالثا برامج هذه برامج الحظائر الجهويه للتنميه. هذا برنامج الهدف نتاعو هو توفير التشغيل، ولكن كما تعرف سيادتكم برنامج فيه العديد من الاشكاليات، فيه عديد من معناها سوء التصرف، وطلبنا من معناها وهذا مشينا نهار 14 جانفي في مثلا نهار 14 جانفي جاو الناس وشكاونا، كانوا عدد كبير من الوزراء حاضرين يشكون على المشاكل الموجوده في الحظائر. حاليا الولايات كلها عندنا العديد من الولايات اللي هي تجاوزت الميزانيه المصروفه لها. فطلبنا من مراقبي المصاريف، طلبنا من الهيئه العليا للرقابه في الوزاره الاولى، وطلبنا الهيئه العليا للرقابه الماليه من وزاره الماليه للتفاوض. لأنه وصلتنا معلومات اللي انتم تعرفوها على مسألة الحظائر، وحاليا احنا ننتظروا، عملنا جلسة عندها أسبوعين مع الهيئة العليا هذه للرقابة عن قريب باش تمدنا بالتقرير وتمدنا بتشخيص الإشكاليات الموجودة فيها من أجل استعمالها وصرفها الأموال هذه بطريقة اللي هي إيجابية. هذا فيما يخص المشاريع العمومية. الشيء اللي فرح هو أن المشاريع هذه العدد بتاعها يفوق 4600 مشروع. شيء خارج العادة كما ذكرت اللي هو في 2012
معناها وقع تضعيف ميزانيه التنميه. ولكن الشيء هذايا ما نجموا نفرحوا به الا وقت اللي نعرفوا الواقع نتاع المشاريع العموميه اليوم في تونس كيفاش. نعرف الاشكاليات اللي تواجهها، نعرف العراقيل اللي تعيق انجازها، وننطلقوا من غادي باش نختاروا جمله من الاجراءات اللي يلزمها تكون ثوريه وقويه من اجل انجاز المشاريع هذه. ما نفرحوش فقط بالجمله بالعدد نتاع المشاريع وبالكلفه ولا معناها اعتمادات الدفع اللي يقع اختيارها، اما يلزمنا السؤال المطروح والاساسي: الى اي مدى احنا باش نكونوا قادرين على انجاز المشاريع هذه؟ الشيء باش نقدمه لكم توا مشاريع 2011 متعدده اللي جملتها 1800 مشروع، وتو تشوف المشاكل اللي موجوده فيها والمصاريف الكبيره اللي لحد الان مازالت ما تصرفتش لانها متعثره. لو كان احنا ب 1800 مشروع شهدنا المشاكل هذه، اما كيفاش؟ ب 4600 مشروع. ولذلك انا هذا طلبي لسيادتكم انه ناخذ الامر هذا بجديه. ناخذوه بقوه. ناخذوه باجراءات اللي هي فعلا قادره باش انها تضمن انجازات المشاريع. نعطيكم حاجه عم ناول تعرفوا ان نسبه النمو كانت سلبيه. منين جات نسبه النمو السلبيه؟ جات من تراجع الا 135% من الاستثمار، كان عام وخاص. فنسبه النمو راهي ما تكون الا بدفع الاستثمار العام والخاص. باش تخلقها انت التشغيل، باش ترفع الفقر، باش تخلق ديناميكيه نتاع اقتصاد وتنميه في الجهات. حاجتين بالمشاريع نتاع الاستثمار العام وبالمشاريع نتاع الاستثمار الخاص. لو كان انت الاستثمارات العام نتاعك راكده ماهيش متحرك، والاستثمار الخاص مخلوق ما هوش قادر باش يقدم حتى خطوه، منين باش تجيبها تنميه؟ منين؟ وراهو وضع حساس وقوي. سامحوني كنتكلم بالشيء هذا لانه معناها لو كان احنا اليوم ما ناخذوش اجراءات قويه راهو باش نتقابلوا ان شاء الله من هنا لديسمبر 2012 والنتيجه باش تكون مشابهه كيف كما 2011. ولذلك هل الميزانيه نتاع 2012 بالايجابيات اللي فيها بالامكانيات اللي قصدناها ضروري انه معاها جمله من الاجراءات قويه تضمن الانجاز هذاك وتحل المشاكل هذه. عندنا توا معناها تشوفوا انتم المشاريع اللي هي تواجه صعوبات في داخل الجهات 1800 مليون دينار. المشاريع التي لم تنطلق 770 مليون دينار. معناها شيء كبير. 770 مليون دينار مشاريع لم تنطلق. 1800 مليون دينار مشاريع تشكو من صعوبات في الانجاز. نشوفوها اللي حسب الولايات. مثلا عندنا في ريانا 76% من المشاريع تشكو صعوبات. عندنا في ولايه تونس 221 مليون دينار مشاريع لم تنطلق. عندنا في ريانا 111 مليون دينار مشاريع لم تنطلق. عندنا في نابل 30 مليون دينار. عندنا في زغوان 5 مليون دينار. كنشوفوا المشاريع نتاع الاستثمار العام وكيفاش متوزعه. انا القطاعات المهمه فيها مشاريع 2011 عندنا 14% في تونس جسور وطرقات، بنزرت 53% مشاريع في الثقافه. في ريانا الداخليه والتنميه المحليه نسبه المشاريع 27%، في منوبه التنميه المندمجه 44%، نابل الطرقات والجسور 29%، بن عروس 67% من المشاريع في التربيه والتعليم، زغوان 62% من المشاريع هي في الطرقات والجسور. هذا باش يعطيكم فكره على اهميه المشاريع. لو كان احنا توا اليوم في اللجان الجهويه باش نبداو نكبوا على الخدمه، هاو علاش نكبوا. هاي اغلبيه الفلوس وين ماشي؟ اللي هي زاد كيف تشهد تعرف. اقليم الشمال الغربي 54% من المشاريع تشهد صعوبات. في باجة 36% من المشاريع تشهد صعوبات. الكيف 20% من المشاريع تشهد صعوبات. سليانة عندها 892 ألف دينار مشاريع لم تنطلق. أغلبيتها في الشمال الغربي في الفلاحة والصيد البحري
عندنا في بالي 28% من المشاريع هي في التجهيز. اقليم الوسط الغربي عندنا في القيروان 38% من المشاريع تشكو صعوبات. في القصرين 22% من المشاريع تشكو صعوبات. في سيدي بوزيد فما 3600 ألف دينار مشاريع لم تنطلق، وفي القيروان 9400 ألف دينار مشاريع لم تنطلق. الطرقات والجسور والمسالك الفلاحية هي أغلبية المشاريع التنموية والاستثمار العام الموجودة في الوسط الغربي. اقليم الوسط الشرقي المنستير 23% من المشاريع تشكو صعوبات، صفاقس 34% من المشاريع تشكو صعوبات، سوسة 34% من المشاريع تشكو صعوبات. عندنا في المهدية 2 مليون دينار مشاريع لم تنطلق، وفي صفاقس 5 مليون دينار 52 مليون دينار مشاريع لم تنطلق. أغلبية المشاريع في المهدية هي في السياحة، في المنستير هي في البيئة، في صفاقس في الفلاحة والصيد البحري، وكذلك في سوسة. اقليم الجنوب عندنا في تطاوين 7% من المشاريع تشكو صعوبات، في قفصة 4%، في قبيلي 2%، في مدنين اكثر 17%، واكثر من هكاك في توزر 28% من المشاريع تشكو صعوبات. وعندنا 11 مليون دينار في تطوير مشاريع لم تنطلق، في جاب 13 مليون دينار، 2 مليون دينار في قفصة، 300 ألف دينار في قبيلي، 2530 في مجنين، توزر 71 مليون دينار مشاريع لم تنطلق. المشاريع في تطوين اغلبيتها في الفلاحه، في جابس في التنمير، في قفصه في الطرقات والجسور، في قبلي في الفلاحه، في مدنين في التجهيز، وفي توزر في الفلاحه. شيء منهجيه اللي اعتمدناها احنا على تحديد هالمشاريع. اولا هو تكوين بنك معطيات اللي هو حول المشاريع هذه اللي هي بتعطي، وهدايا بالاشتراك مع جميع الاطراف، وتشريك الجهات في تحديدها وفي تحديد الاشكاليات اللي تعاني فيها. ثم سعينا كذلك للتاكد من انجاز المشاريع العموميه في اجالها. علاش هذا مهم؟ لانه معناها سامحوني في الكلمه سي اون بول دوناج. مشكل يؤدي لمشكل اخر، والمشكل الاخر يؤدي لمشكل اخر، وتتضاعف المشاكل حتى توصل ما عادش قادر انك تتحلها. تفادي تجاوز معناها التمويلات المرصوده. وعلاش وقع التجاوز؟ لانه وقع تاخير. يقع تاخير، ترتفع الاسعار، المقاول يطلب لك رفع اعتمادات، وبعد استنى انت من غادي باش يقع الموافق على رفع الاعتمادات. تفادي الاشكاليات الجانبيه المصاحبه والمتعلقه بخطايا التاخير وتوتر العلاقات مع المقاولين. حدث برشا مشاكل، برشا مقاولين معناها خطايا، برشا مقاولين دخلوا في الافلاس، واصبحت المقاولين تنفر من المشاريع الاستثمار العام، والا الحل الثاني هو انه يعطيك معناها عروض اللي هي مكلفه للغايه، مرتفعه للغايه. كذلك المشاريع هذه مشاريع في ايصال الماء الصالح للشراب، ايصال الكهرباء للناس. والمشاريع كي تتعاقد هي اللي باش تولد انه معناها نسبه معناها نتاع تدني في المرافق العموميه وفي جوده الحياه في الجهات. كذلك هي تدفع الحركه الاقتصاديه. المشاريع هذه هي توفر مواقف شغل. لو كان عندنا توا اليوم 750,000 معناها عاطل على عمل، راهو جاي منين هذاك؟ جاي خاطر المشاريع هذه ما خدمتش. لو كان خدمت المشاريع هذه راهي نسبة البطالة راهي نقصت. ثم تنشيط العديد من القطاعات، معناها مشاريع نتاع بني اللي هي تحرك لك 1000 و1000 سكتور. كيف مشاريع هذه اللي هي توفر مناخ الاستثمار. لو كان انت عندك منطقة صقوية يقع تعطيلها لسبب ما هتشوفوه علاش؟ معناها لا فلاحه تخدم ولا صناعات غذائيه تخدم من بعد، كل شيء يقف. تجي انت باش توفر منطقه معناها صناعيه كيف مشاكل عقاريه ولا غيره، معناها المستثمر حتى يجي باش يستثمر ما عنده فين باش يستثمر. فمعناها الاستثمار العام راهو ركيزه لتنشيط الاقتصاد، تعطيل الاقتصاد. المواصله في الفقر، المواصله في البطاله، المواصله في الازمات اللي هي ولدت الفوضى. هذاك علاش راهو تحريك هالمشاريع الاستثمار العام تصبح بالنسبه لنا مسؤوليه ذات اولويه. مسؤوليه ذات اولويه قبل اي نشاط اخر. لو كان اليوم انا نحب نخدم الناس ونوريهم قدرتي كحزب، كجمعيه، كعضو مجلس تاسيسي، كاداره، كفرد، كشخص، ككفاءه، كاستاذ، كغيره، بذل
ها لو كنت حابب تقدم راهو في هذا، هاي تفضل، الباب مفتوح واللي جاي مفتوح عليك، مش انك نخدموا هالمشاريع هذه من اجل انها تنضبط. القاعده البيانيه هذه متكونه من تقديم المشروع، الكلفه الجمليه نتاع المشروع، تاريخ انجاز الصفقه، مده انجاز المشروع، التعهد للسنه هذيك ونسبه تقدم المشروع، والملاحظات شنو الاشكاليات ولا شنو الحلول اللي لازم اتخاذها. وهذا يوقع بالتشريك المديرين الجهويين للتنميه، الولايات والوزارات. ما هي نوعيه الاشكاليات؟ صعوبات عقاريه، صعوبات ماليه، صعوبات ظرفيه، وصعوبات فنيه، وصعوبات اخرى. على 787 مشروع متعطل، ثم 264 متعطلين لاسباب عقاريه. ثم 182 مشروع متعطل لاسباب فنيه، 150 لاسباب ظرفيه، لاسباب امنيه، وثم 123 هي لاسباب ماليه. كنحاولوا نشوفوا اكثر دقه. الاسباب الماليه: تجاوز الكلفه 80 مشروع، التاخير في فتح الاعتمادات 43 مشروع متعطل بسبب ذلك. الاسباب الظرفيه: عندنا ظروف طبيعيه 30 مشروع متعطل للفيضانات ولا الثلوج اللي وقعت، واعتصامات المواطنين 120 مشروع متعطل بسبب ذلك. اسباب عقاريه: 160 مشروع متعطل لتراجع المواطنين بعد بيع اراضيهم. المواطن يعمل عقد، يبيع الارض وياخذ الفلوس، بعد يراجع بعد ما يساعدوش ويوقف لك المشروع. ثم كيف 104 مشروع لانه معناها تشعب القوانين معناها لتغيير الصبغه. الارض اللي هي كانت فلاحيه باش تحولها الى ارض صناعيه تاخذ شهور وشهور. ايش عملنا؟ اول حاجه عملناها هو دعوه اللجان الجهويه للتنميه لحل المشاكل، ومشغولين في المجهود اللي يقوم به. ولكن الدعوه تو متواصله للشيء هذا. وفما 263 مشروع اللي هو قاع تحملها ما بين 787. وهذا يمثل 30% من المشاريع اللي هي حاليا متعطله. كيف تمت لهذا الغرض تبويب المشاريع العموميه المتواصله حسب القطاعات مفصله حسب 24 ولايه. وتمت مراسله الوزارات. عملنا لهم سي وبعثنا لهم كل وزاره: اخويا اعطيني شنو هو الاجراءات اللي انت قادر باش انك تاخذها باش تحل لك المشاكل. هاو عندك تابلو الاشكاليه اللي هي تخص وزارتك. تفضلوا معناها اعطونا الاجراءات اللي على اساس انها المشاريع اللي تتحل. كيف عملنا اجتماعات معاهم على اساس بالقطاع مع الوزارات المعنيه لفض هالاشكاليه. معناها كنت حابب نعطيكم تفصيل اكثر شنو هي الاسباب هذه. مثلا اعتصامات واعتراضات المواطنين، عزوف العمل على الالتحاق بمراكز عملهم سواء للسبب انه معناها المقاول خايف على الماتريال بتاعه معناها يحرقوه ولا يسرقوه لانه ما فماش ظروف امنيه تخولوا مشان يشتغل. كيف حتى الخدامه كيف ولا الخدامه بطلوا علاش؟ لانه يمشي ياخذ فلوس نتاع الحضاره ومن غير ما يخدم. الانتصاب الفوضوي والاستحواذ على بعض المساحات والاراضي المعده لانجاز المشاريع من قبل بعض الخواص دون وجه حق. تعطيل بعض المشاريع بسبب مطالبه بعض الاهالي بالانتفاع بالخدمه موضوع المشروع مثل التزويد بالماء الصالح للشرب او الكهرباء وغير ذلك. معناها جاي باش نعدوا ماء وهو مثلا دوار اللي هو موجود في بقعه معينه يجي يوقف لك المشروع تعدي لي الماء ولا ما نخليكش تتعدى ويوقف المشروع. وعلاش ما نعدلوش الماء؟ ما قاعش تعديله السولاد ما تعديش لان ما عندناش ميزانيه لك الشيء هذاك. يجي باش يعدي الضوء ما نخليكش تحط خطوط لا تعدي الكابلوات الا ما تعدي لي انا الضوء ما تتعدى الغاز. دونك وقع تعطيل العديد من المشاريع بالطريقه هذه. اسباب عقاريه: تشعب قوانين تغيير الصفر. ثم قوانين اللي هي تشمل وزاره الفلاحه، ثم قوانين اللي هي تشمل املاك الدوله، والقوانين هذه ماهيش معناها منسجمه. وذاك علاش التوجه لسيادتكم راهو هالاشكاليات هذه القانونيه ضروري حل، ضروري توحيد هالقوانين هذه، ما كانش راهي باش نواصلوا في نفس السيرور. تراجع المواطنين عن التزاماتهم وتعهداتهم في مجال عقارات تم تفويته في اراضيهم. بالعلم كذلك ثم العديد من المواطنين يشتكون انه ما وقعش احترام القوانين اللي هي ثم مراحل،
والا السعر اللي يقع بيع الارض ما كانش سعر اللي هو معناها المواطن راجع عليه، يقع فكها بوقوف ضروري في التثبت في الشيء هذا. اسباب ماليه معناها تجاوز الكلفه، تسجيل طلبات اعتمادات اضافيه لتغطيه ارتفاع الكلفه الناتجه عن ارتفاع الاسعار في بعض المواد. كما تعرفوا انتم السمان والياجور كل شيء ضاع، يجيك هو المقاول اخويا لازم يزيدني في الاعتمادات لانه اكل الكلفه هذيك ماهيش قادر باش تغطي. التاخير في فتح الاعتمادات نظرا لعدم استقرار الاداره. التاخير في رصد الاعتمادات لمشاريع مبرمجه. بروز عناصر جديده غير مبرمجه لانجاز المشروع مما يستوجب طلب اعتمادات اضافيه. يجي مثلا باش يعمل طريق ولكن بعد يكتشف اللي هو راهو يلزم فما بقعه يعمل عليها دمكه صغيره. هذيك يطلب عليها اعتمادات اضافيه، وبرا استنى حتى يقع الوافق على الشيء هذا. عدم قدره البلديات على رصد المناباتين. تجي وزاره الشباب تعمل لك مشروع 63 64% على كلفته وفما 36% على كاهل البلديه. البلديات ما عندهمش فلوس. الحمد لله توا وزاره الشباب والرياضه وزاره التربيه تعاقدت على اساس انها باش تاخذ ذاك الشيء هذاك وتواصل، وهي مشاريع ساعات 5 مليون دينار 10 مليون دينار ولا 20 مليون دينار والمشروع وقت. فما حاجه انا معناها تسمحوا نلفت انتباه سيدتي مهمه برشا. فما ريلاكساسيون وقع في الاداره بعد 14 شهر. انا فماش خدمه فماش ما فماش واقفه الدنيا، ادارات واقفه. ضروري حسب اقناع باتصال انه الادارات ترجع تخدم بطريقه فاعله. اليوم راهو القطاع العام كما تشوفوا في النتائج في الاستثمارات راهو قطاع يشهد لا فاعليه مطلقه. فما عقليه ضروري توجه له. علاش انت مشروع نفس المشروع يبدا في القطاع الخاص يبدا يحقق في ارباح شيء كبير ويخدم لك بساعات لو ان ديزيام تاع البيرسونيل، وبينما نفس الشركه وفي نفس القطاع وتبدا عندها امتيازات من الدوله وهي مؤسسه عموميا والنتيجه سلبيه. ضروري نكونوا واعيين بالشيء هذايا. راهي الثوره لو كان مقعد راهو على الشيء هذايا. علاش القطاع العام عايش بالحاله هذه؟ أكان في مجالات الإنتاج ولا أكان في المجالات الإدارية. معناها أنا نلفت انتباه سيدتي. راهو اليوم بلادنا ما تقوم إلا بالتوجه جديا للشيء هذا. أنا مانيش ننقد في الإداريين. كنا موظفي دولة، أنا واحد من الناس موظف دولة. ضروري أن ننظروا في الوظيفة العمومية، ننظروا في المؤسسات العمومية، ننظروا في العمل الإداري للتفكير مع بعضنا في رفع جديته، رفع فاعليته، رفع جدواه. وضروري أن ننظروا في الوسائل العملية لتحقيق الشيء هذا. المسائل الإجرائية، طول إجراءات إعداد الصفقات العمومية. هذه معناها أكد لكم مشكلة كبيرة. الصفقات العمومية وشوف المراحل بتاعها وشوف من مرحلة لمرحلة ايش تاخذ أشهر وايش تاخذ معناها ساعات حتى سنوات. أو شيء مهول، شيء لا يقطع، ماهوش مقبول خلاص. تبقى 6 أشهر في عملية الفرز، تبقى معناها 8 أشهر ولا 6 أشهر ولا 7 أشهر في دراسة أولية. معناها راهي آجال غير معقولة. لو كان باش نمشوا بالاجال هذه وبالطريقه نتاع العمل القديمه هذه راهو تهنانا ما باش تحقق حتى شيء. ما باش تحقق حتى شيء. ولذلك ضروري اعاده التفكير في الصفقات العموميه مراحلها واجالها وضبطها. انا في القطاع هذاك ما نعطيكش اكثر من 5 ايام، ما نعطيكش اكثر من 10 ايام، ما نعطيكش اكثر من شهر. لاسباب فنيه تنجم راهو تختلف من قطاع لقطاع. ضروري ضبط المراحل هذه، ضبط اجالها والمتابعه. تفقدت يبدا عندي ان سيستم اللي هو يعطيني راهو الاداره الفلانيه راهي تجاوز الاجال. اي علاش تجاوزت؟ وهذا راهو عمل ماهوش اداري. اللجان الجهويه تلعب دور كبير ياسر.
دور كبير ياسر. وقت اللي انا نعمل اجتماعات دوريه مره في كل جمعتين نتابعوا اسيدي ايش بيك انت تو؟ ايش عملت؟ وينك؟ هذا هو المطالبين به. راهو تنجم تعمل اجراءات قانونيه ولا اجراءات اداريه، ولكن في انجازها في الواقع تطلب ناس اللي هي تحرص على الشيء هذا. الازدواج الحاصل على مستوى المسؤوليه بالنسبه لبعض المشاريع التي تبرمج على المستوى الوطني وتنجز على المستوى الجهوي. ضروري عمليه التنسيق. ضروري عمليه التوحيد. اعطوا نشوفوا بعض المقترحات في اطار ذلك. احنا اليوم حتى اسامي المشاريع مختلفه. عندنا منظومه ادب، مشروع عنده اسم، تمشي للوزاره المعنيه عنده اسم اخر، وتمشي للجهه عنده اسم واحد اخر. احكي لكم على واقع، وهذا اللي يفسر انها المعلومه مفتته وانك ماكش قادر باش تتابع. وهذا اللي يؤدي الى معناها اكل الاموال تاع البلاد اللي نقترضوا فيها ونجروا في جرتها تضيع من بعد وما يقعش استغلالها وما يقعش استعمالها. تاخير في تدخل بعض مصدري المرافق العموميه مثل الشركه التونسيه للكهرباء والغاز وديوان قيس الاراضي. برا استنى 4 اشهر و5 اشهر باش تستاهل تجي تعمل كفار ولا تجي توصل لك الماء ولا كذا. معناها حاجات اللي هي ماهيش معقوله. ماهيش معقوله بتاتا. ولذلك الشيء هذايا راهو انا نعتبر النجاح مربوط في الشفافيه والمشاركه، العمل الجماعي. يلزم المعلومات هذه الكل تكون واضحه للناس. الفصل هذايا معناها يعطي اللي المشاريع هذه راهي عندها سبقه استثنائيه، ولذلك يلزم التقليص في اجالها ويضبط اجالها باش انها تكون اقل. انا نعتبر انه حتى اقوى من الشيء هذايا عام 2012 يلزم يكون عام استثنائي، ويلزم الاجراءات اللي فيه تكون اجراءات استثنائيه، ويلزم الاجال اللي فيه تكون اجال استثنائيه، ويلزم النشاط نتاع المؤسسات العموميه والناس المسؤوله على انجاز المشاريع يلزمها تكون انجاز استثنائي. ما كانش رانا باش نوصلوا حتى نتيجه، والاحتقان في البلاد باش يتواصل، والبطاله باش تتواصل، والفقر باش يتواصل كما كان قبل. العدول عن سياسه تجميع الشراءات على المستوى المركزي. هذا علاش تعملوا قبل؟ على اساس انك باش نقص لك في الكلفه. ولكن النتيجه نتاع شنو؟ برا استنى انت حتى تقع تجميعها واشهر باش الوزاره تحل وتعمل لك الصفقات نتاعها. السلبي الثاني هو انه المؤسسات الصغرى اللي موجوده في داخل الجهات باش يقع حرمان. كان المؤسسات الكبرى اللي هي باش تستفيد. النيابات الخصوصيه، وهذه مقترحات من الوزارات انها يلزمها ترجع. لانه عدم وجود النيابات الخصوصيه هذه والمجالس الجهويه، ثم مثلا برامج التهيئه ما يتنجم تصدق عليه الا هالنيابات هذه والمجلس الجهوي، ولذلك علاش المشاريع لحد الان متعطله. ولكن يلزم في داخل معناها المجالس الجهويه انا نعتبر وجودكم اعضاء المجلس التاسيسي يلزمهم يكونوا حاضرين وفاعلين. علاوه على اللجان الجهويه للتنميه اللي هي توا حسب المنشور اللي صدر في 14 جانفي عندها مسؤوليه متابعه المشاريع والتدخل. إعادة تنشيط المجالس المحلية للتنمية وتوسيع تركيبتها بضمان تمثيلية أكبر لمختلف مكونات المجتمع المدني. تشريك الجمعيات مهم برشا. اعتماد عقود برامج. هذا أنا مقترح نعتبره أساسي وجوهري. ان كونترا بروغرام. أنا باش نعطيك فلوس en contrepartie d'un contrat. La réalisation. طيب معناها مش فقط إنجازك المشروع ولكن بالأجال وباحترام. بالكلفه اللي انا اعطيتها لك وباحترام الاعتماد اللي انا حطيته لك. علاش هو ما عندوش ان كونترا؟ خاطر ما عندوش عقد معاه. كي تعمل معاه عقد تجبر وتولي تتابع فيه وتعمل معاه انت معناها هاو نسب اللي هي نتاع التقدم نتاع المشروع كيفاش يسموه؟ عقود اللي تضبط بها هالهياكل الجهويه والمسؤولين على انجاز المشاريع عشان ينضبط بها. تسوية وضعية بعض النيابات الخصوصية بالبلديات، غياب النيابات الخصوصية معطل العديد من المشاريع. أحكام توزيع الأدوار بين مختلف الهياكل الراجعة بنظام الدولة والجماعات المحلية فيما يتعلق بإعداد البرامج وتنفيذها ومتابعتها. يلزم عملية تنسيق. يلزم عملية صياغة معناها هيكلية واحدة تضبط مسؤوليات كل شخص، كل فرد، كل هيكل.
وكيفاش عمليه المعلومه تدور بيناتهم. ناكد لكم الاشكال اللي موجوده اليوم في تونس هو في عدم تبادل المعلومات، وفي عدم ضبط عمليه التنسيق وضبط مسؤوليات كل هيكل باش ينجم يدخل. وضع الكفاءات والامكانيات البشريه والماديه المركزيه على ذمه المصالح الجهويه، وتطوير وتدعيم الهياكل الجهويه اطارات عندها قدره. اليوم التجهيز، اليوم الادارات الجهويه التنميه، اليوم الادارات الجهويه في مهما كان القطاع ما عندهمش الكفاءات، ما عندهمش الموظفين اللي قادرين انهم ينتجوا المشاريع. عنده مثلا في التجهيز على كل مثلا 10 مشاريع باش يكلف عليه مهندس هذاك اللي باش يتابع، ولذلك قدرته على المتابعه على حسب العدد بتاع المهندسين اللي عنده. ولذلك يلزم تدعيم الهياكل الجهويه، خاصه الهياكل الجهويه باطارات قادره باش انها تتابع. كذلك تكوين، احنا ان شاء الله باش نبداو في برنامج بتاع تكوين للجان الجهويه التنميه، للمديرين الجهويين اللي عندنا، على اساس يقع تكوينهم في المجالات اللي هي مرتبطه بالمتابعه والتقييم. لازم تكون عنده كفاءه في الشهادات، يعرف كسب لا فينانس بوبليك، كسب لا كونتابيليتي بوبليك، يعرف كومون فير ان اوديت، quelles sont les méthodologies d'évaluation et de suivi, comment faire un système de monitoring. لازم يكون متمكن من المعارف هذه ومتمكن من الادوات هذه باش ينجم يخدم بها، ومش تقع عمليه التنسيق، عمليه تبادل المعلومات بطريقه اللي هي مدققه، طريقه اللي هي حسب منظومات اللي سيستيماتيزي. اليوم المدير الجهوي يتشكل علاش؟ خاطر يلزموا يتشحت المدير الجهوي الفلاني باش يعطيه المعلومه، وكان ما تكونش عنده علاقه شخصيه ما يعطيهالوش. هكا ادارتنا تمشي، هكا بلادنا تنجم تمشي. Donc il faut organiser, il faut créer un système qui rend le fonctionnement professionnel et non plus personnel. Il faut arrêter la personnalisation du fonctionnement de notre administration à travers la mise en place d'un ensemble de systèmes d'information et à travers la mise en place d'une organisation qui structure les relations. دعم الادارات والهياكل الجهويه المكلفه بدراسه وانجاز المشاريع بالموارد البشريه واللوجستيه اللازمه قدر ملائمتها مع المهام والمشغولات الموكوله لها. القيام ببرامج تكوين ورسكله المسؤولين. اعتماد الصيغه الوارده بالفصل 43 من القانون عدد 69 لسنه 2007 المتعلق بحفز المبادره الاقتصاديه. لتغيير صبغه الاراضي الفلكيه الراجعه بالملكيه للدوله قصد إنجاز المشاريع التي تواجه صعوبات عقارية، وذلك على غرار ما هو معمول به بالنسبة لإنجاز منشآت تكتسي صبغة المصلحة الوطنية. الفصل هذا موجود، فصل 43 اللي هو معناها يعطي إمكانية انطلاق المشروع في انتظار المسابقة على مثال التهيئة التفصيلي. الفصل هذا الوالد يكون متفاهم ومتعاون يعتمد عليه، وكيكون والي خايف على روحه ويحب يحترم القوانين ما يعتمدش عليه. ايش يعني؟ انت مستثمر وعندك ماتريالك وحاضر، لا ما يعطيكش الا لما تكمل المسابقه على المثال معناها التهيئه التفصيلي لكن من الصناعي، وبرا استنى انت حتى تكمل التهيئه. معناها ثم الامكانيه بتاع اجتهاد، ولكن واسعه حسب الوالي، فما شكون يعملها فما شكون ما يعملهاش. التتبع القضائي للذين تراجعوا عن عقودهم القاضيه بتفويض الاراضي للدوله. ضروري ان يكون قانون في البلاد واحترامه. صحيح انت لو كنت تشتكي الارض توقع اخذها منك بسعر اللي انت غير راضي عليه، قدم قضيه في المحكمه. نهار اللي تحكم لك المحكمه برفع السعر هذاك تاخذ فلوسك، اما ما تحضرش المشروع. خلي المشروع يمشي على روحه، انت صححت وعملت العقد صحيح. دونك معناها التعامل اعتمادا على القانون. لو كان النسبيه ظلمت يقع معناها استرجاع حقهم، لو كان النسبيه هي متجاوزه القانون يقع اعتماد القانون على فض المشاكل. تمكين الوزارات ومختلف المؤسسات من شراء الاراضي التي ستقام عليه. برشا مشاريع يقع اعطائها مثلا وزاره التعليم العالي ولا وزاره التربيه على اساس انه فما ارض ملك الدوله. يجوا بعد يلوجوا ما فماش ارض ملك الدوله. هي يلزمني نشري ارض من عند خواص، لا في
المشروع ما وقعش اعتبار فما نصيب من المال اللي هو مخصص لشراء الاراضي. عاود من جديد انت عاود اعمل مطلب بتاع رفع الاعتمادات وغيره، وبروسيسوس اللي ينجم ياخذ عام ينجم ياخذ عامين والمساله خلاص. ضروري توا ما يمشي مشروع الا ما يقع تثبت فما عرض ملك الدوله. لو كان ما فماش عرض ملك الدوله يقع وضع نصيب من المال اللي هو مخصص للشيء. تحديد من قبل وزاره املاك الدوله والفلاحه للعقارات المتوفره للقيام بالمشاريع المتعطله والمشاريع المبرمجه سنه 2012. التثبت من وضعيه العقارات قبل الموافقه على المشاريع تفاديا لحصول خلافات تحت. ساعات مشروع ينطلق على اساس انها راهي هذيك ارض دوله. بعد يجيك واحد من المواطنين وجايب لك ورقه. سامحني هذا راه بيتي. الارض هذه بتاعي ماهيش من الدوله. ويتعطل المشروع وبعد انت عاود تفوتها. ضروره معالجه اسباب تعطيل المواطن لبعض مشاريع المسالك الريفيه وذلك بالنظر في تنفيذه. من التعويضات الناتجه عن انتزاع جزء من الارض على غرار ما هو معمول به في الطرقات المهيكله. الطرقات المهيكله باش تاخذ ارض من عند شخص تاخذها من عنده وتعطيه مقابل. في المسالك الريفيه هذا الشيء مش معقول. تشريك اللجنه الجهويه للتنميه والمجتمع المدني بصوره اكبر في محاوله اقناع المحتجين بالكف عن تعطيل المشاريع. وذلك بالتحاور معهم، إذ يندرج هذا التمشي في إطار السياسة التشاركية التي تم إرساؤها وبناء قنوات الحوار والتوافق بين مكونات المجتمع. إقناع المالكين الذين تراجعوا بعد بيع أراضيهم بإقامة المشاريع على أن يقع اللجوء إلى التقاضي في صورة فشل المفاوضات. الاستجابة إلى طلبات بعض الأهالي للانتفاع بالخدمة. معناها لو كان مشروع معناها هذا احنا نطالبوا على أساس فما مبالغ مالية ماهيش موسعة تو ناخذ منها. ايش بيه؟ الدوار هذاك اللي يحتاج الماء ولا الحي اللي يحتاج الماء نعملوا له معناها مشروع خاص ونوصلوا له الماء، نوصلوا له الضوء. علاش المشروع هذاك اللي يتعطل؟ معناها خلي الناس الكل تستفيد بهذا الشيء هذاك. احداث لجنه وطنيه متكونه من وزاره التنميه، وزاره الماليه، وزاره املاك الدوله، وزاره التجهيز، وزاره الفلاحه، وزاره الداخليه، والوزارات القطاعيه، وتتكفل هذه اللجنه باقتراح الحلول العمليه الكفيله لتجاوز الصعوبات. وضروري هاللجان هذه ما تبقاش كان على مستوى مركزي، يلزمها تتنقل تمشي للكير، تمشي للدسرين، تمشي لسيدي بوزيد، تعبت الوزارات للولايات وتنظر في المشاكل وتحاول انها تتدخل باش انها تحل. اعطاء الاولويه في متابعه المشاريع التي تكتسي اهميه من الكلفه وانعكاسها على توفير مواطن شغل. هيك مع بعضنا نحدد اللجنه الجهويه. انا توا باش نعمل فوكس اعطيني المشروع هذا علاش بتعطي ونسعى بالمجهودات الكل بدون اغفال المشاريع الاخرى، ولكن هيك نحددوا اولويات. فما 5-6 مشاريع كبر في كل ولايه اللي هم قادرين باش ياخذوا معناها انطلاقه هيكليه للولايه يقع التركيز عليها لفضل المشاكل بتاعها. اعتماد طريقه المفتاح في اليد، وهذه خاصه في وزاره معناها وزاره الصحه اقترحت انه معناها المشروع مكوناته البنيه والماتريال اللي فيها يقع الاتفاق مع المقاول انه يقع انجازه وياخذ بعد يومين. خاطر علاش؟ انه يجوا يبنوا المشروع بعد كي باش يجوا يدخلوا الماتريال معناها القاعه المخصصه لك الماتريال هذاك ما تنسجمش، عاود كسر من جديد باش تنجم تدخل وتحط لك الماتريال هذاك. ما فماش انسجام ما بين البناء والاليات اللي هي باش يقع استعمال. اعتماد منهجيه واحده لمتابعه المشاريع العموميه، وهذا شيء مهم. معناها ان الناس الكل تحكي نفس اللغه، تستعمل لا ميم نومنكلاتور، تستعمل نفس الاسامي، تستعمل نفس السيستم، تستعمل نفس المنهجيه. وهذيك اللي تخلينا قدره على شفافيه وقدره على رؤيه المشاريع. مش هيك المشاريع اللي نسميه كذا راني نسميه بطريقه اخرى. وكي تجي تلوج عليه في سيستم الادب وتشوف عمليه الدفع اللي فيه، لا هو راهو يعتمد على معناها تسميات اخرى مختلفه عليه كليا اضافه جداده، وهذه مساله عمليه قضيه باش نعملوها هذا هو حاضر. اما منظومه ادب اللي هي تراقب عمليه الدفع للمشاريع ونضيفوا لها معناها جداده اللي هي تمكننا مش من متابعه عمليه الصرف بل عمليه الانجاز الفعلي للمشاريع. ونربطوا ونحاولوا نشوف الى اي مدى عمليه الصرف ماشيه مع عمليه الانجاز بطريقه متوازيه ولا لا. توخي الصرامه مع المقاولين لحثهم على انجاز المشاريع في اجالها واحترام كراسات الشغل.
النظر في الحلول الكفيلة لتعبئة موارد مالية عبر الهبات تغطي مساهمة البلديات في إنجاز بعض المشاريع الرياضية والاجتماعية والثقافية لأنها ما عندهاش. الإسراع في فتح الاعتمادات المشاريع مع ضرورة تحقيقها. معناها لو كان اليوم احنا واقع من في ابريل اليوم 20 ابريل باهي مش نصادقوا على قانون الماليه من هنا لاخر ابريل. لو كان مش نستنوا فتح الاعتمادات شهر ولا شهر ونص اخر ومش تنطلق معناها اعداد خلاصات الشروط وبعد طلب العروض وبعد فتحك العروض هذيك بيجي ديسمبر ما وصلنا نعمل حاجه. خيالي يلزمنا اجراءات استثنائيه ضروري ضروري ضروري. انا راني نقترح عليكم على سيادتكم هذه بعض ولكن ننتظر منكم مقترحات قويه عندها قدره على تفعيل المشاريع. لو بدونها ما منحت شيء. الاسراع بتحيين كلفه المشاريع المتعطله. فما مشاريع من عام 2007 ومن عام 2008 وهي متحققه. معناها كانت تحطها توا تشوف لازم الدوبل بتاع الكلفه بتاعها. التخفيف الاجال في مسار انجاز المشاريع، دراسه تمهيديه، دراسه فنيه وطلب عروض. البرنامج اللي احنا توا معناها نعملوه هو معناها اكد لكم بالنسبه لينا الاسراع في المشاريع هذه هو نوتر ريزون. لو كان عندنا اليوم وظيفه بين الوظائف الاساسيه بتاعنا هو الاسراع بانجاز المشروع. وذاك علاش احنا الدواوين اللي عندنا، المديرين الجهويين اللي عندنا، جميع الاطراف اللي هي فاعله على مستوى الجهات، المسؤوليه الاوليه بالنسبه لنا هي ذيك. ولو ماناش قادرين باش نقوموا بها وحدنا الا بالتشارك معكم وبالعمل في داخل اللجان الجهويه للتنميه. فما حاجه اخرى اللي هي عمليه المتابعه راهو شيء وعمليه التقييم راهو شيء اخر واهم منه. وخيالي اليوم في تونس ما فماش منهجيه محدده لتقييم المشاريع العموميه والسياسات العامه. ما وقعش تقييم هالسياسات العامه كيفاش بلاد تخدم sans évaluation des politiques publiques et des projets d'investissement public. ضروري القطع، ضروري مع بعضنا نحدوها المنهجيه، نبنوها ونحدوها ونبدو انه نشتغلوا عليها. اعداد الموارد البشريه للشيء هذاك، تكوين الناس في الشيء هذاك، وتخصيص الناس في الشيء هذاك. معناها مساعدة الوزارة أول حاجة لتعريف مهمة التقييم وظروفها وتقنياتها، تحديد مفاتيح ومعايير المراقبة. معناها التقييم l'évaluation il y a une diversité de méthodologie. يلزمنا نعرفوها ويلزمنا نختاروا بيناتنا ويلزمنا نحطوا المنهجية المنظومة اللي هي باش تطبقها. وكذلك في عملية التقييم. عملية التقييم يلزمها تكون عملية معناها سامحوني مصنعه اندسترياليزي باش تكون الطريقه اللي هي تتعمل بطريقه موضوعيه وطريقه شفافه. معناها يفو افوار سامحوني un tableau de bord qui nous permettra de suivre d'une manière contenue l'exécution de projet et la réalisation des investissements publics. كيف un manuel de procédure لعمليه المتابعه اللي هي تخول لنا كل طرف يعرف روحه شنو هي المسؤوليه بتاعه وشنو هي دوره في عمليه المتابعه وفي عمليه التقييم. هدايا سامحوني كنت طولت عليكم ولكن مسألة أساسية أكد لكم. أنا واجب علي اللي معناها أعطيتوني فرصة إني مشيت خدمت في وزارة التنمية الجهوية مدة 3 أشهر وباش. سيدتي هذا يجب لكم. هذا نتيجة العمل بتاعنا. ها واقعنا شو صراحكم بيه. هاي مقترحات عمل جماعي خوك خدمناها الكل على اساس انه مع بعض راهو لو كان الاجراءات هذه ما يقعش تفعيلها وانجازها راهو من غير نحكوا على التنميه ومن غير نحكوا على مشاريع في داخل الجهات. فذاك علاش انا مركز على الاشكاليات. الاشكاليات هذه ماهيش فقط في الاستثمار العام
بل هي كذلك في الاستثمار الخاص. وهيك نشوفوا بعد الدورة اللي عملناها في داخل الجهات تكونت لجنة في داخل الوزارة لدراسة 330 ملف اللي جمعناه. والدراسة هي وش حد حضور ممثلين للجهات، حضور المستثمرين هذول الخواص، وبحضور الهيئات الأخرى اللي نخدم معها. باش نقدم لكم شنو الأعمال المنشئة وجملة من المقترحات. تنظيم العمل. عندنا اللجنة اللي هي تشرف على المشاريع هذه من خيرة ما عندنا في الوزارة. وقع اختيارهم ناس عندهم خبرة، عندهم كفاءة، ديناميكيين، يخدموا حتى العشرة بتاع الليل، يخدموا ليل ونهار بخلاف الملفات اللي هم يجوا شايدينها معتبرينها معناها مسألة شخصية للمشاريع هذيك ودفعها جزء. معناها تحفز كبير في الشيء هذاك. مع التعاون مع مختلف الهياكل اللي عندنا في داخل الوزارة والهياكل اللي عندنا في دواوين التنمية وفي الإدارات الجهوية. عندنا العديد من المشاريع اللي جاتنا من الدواوين والإدارات الجهوية، العديد من المشاريع اللي جاتنا مباشرة الوزارة يجي يطلب معك مقابلة ويقدم لك راني أنا عايش في مشكلة مربي عاوني دخلني حاولني أنك تحل المشكلة هذه. فمعناها عملنا هدايا بالاشتراك مع صاحب المشروع ديما معك باتصال مباشر معك في كل اي لقاء، في كل اي اجتماع. قالوا بالله تفضل تجيب احدانا، وعندنا خدمه، عندنا اجتماع مع البنوك، عندنا اجتماع مع الوزارات، عندنا اجتماع مع الهياكل، حبوا نجلسوا معك اجي احضر معك. وكذلك مع مختلف الوزارات، الهياكل التمويل، هياكل الاستثمار والجمعيات. شنو المسار اللي نخدموا به؟ ليزيتاب. ورود المشروع، التسجيل في قاعده البيانات، دراسه المشروع والاشكاليه المطروحه، اقرار التوصيات من قبل اللجنه، متابعه تنفيذ التوصيات، ومتابعه دوريه لتقدم تنفيذ التوصيات. معناها حتى التوصيه سيئه وحلت المشكله نتابعوا من بعد على اساس نشوفوا معناها الى اين مدى الشيء هذاك قاعده قيم. وكونا قاعده تاع بيانات. قاعده البيانات هذه تعطينا تحديد شكون هو صاحب المشروع، فين هو منتصب، شنو هي نوعيه المشروع، شنو هي الكلفه بتاع المشروع، شنو هي المشكله اللي معطله المشروع، وشنو هي المقترح العملي اللي يلزم اتخاذه. وهذيك بالنسبه لنا معناها عباره على القاعده البيانيه اللي نخدموا عليها بصفه متواصله من اجل فض الاشكاليات، ونحطوا هكا بوطون فير راه المشكله انحلت، بوطون اورانجي راه نسبيا انحلت، ولا نوار المشكله مازالت ما انحلتش. وقمنا بعديد من الاجتماعات. التقسيم تاع الملفات هذه، الجنوب الشرقي عندنا 74 مشروع، الجنوب الغربي 47 مشروع، الوسط الشرقي 78، في الوسط الغربي 63 مشروع، الشمال الشرقي 39 والشمال الغربي 37. هذه مشاريع استثمار خاص بتعرض 338 مشروع. اغلبيتها في قطاع الصناعه 49%، في قطاع الخدمات 32%، وفي الفلاحه والسد البحري 19%. مشاكل اللي تعاني منها اغلبيتها تمويل على البنوك. 57% من الاشكاليات المعطله الاستثمار الخاص اليوم هي جايه من القطاع البنكي، اشكاليات تمويل. صعوبات عقاريه 17%، صعوبات في التراخيص 9%، وصعوبات اخرى 18%. شنو هي النتيجه نتاع العمل نتاعنا؟ فما 33 مشروع، فما حل نهائي. سيد الحمد لله مشى مشكل حل وانطلق مشى يخدم على ذلك. فما 23 مشروع حل جزئي، فما 3 مشاريع حل مبدئي، وفما 8 مشاريع مشاكل اللي هي تتجاوز اللجنه ماناش قادرين مش نحلوها. وفما اللي مازالوا اللي هما توا حاليا نخدموا عليهم 271 مشروع، اللي هي ملفات تمت دراستها الاوليه والاتصال بالاطراف المتداخله لتدقيق الاشكاليات والحلول الممكنه. مثلا المستثمر لازم يعمل تكوين، مشى توا يعمل في التكوين، داخل فتره 271. احنا جلسنا مع البنوك واعطاونا وعود على اساس انه باش يعرضوها على اللجان نتاعهم والمجالس نتاعهم،
وعدونا مبدئيا اللي فما قابليه للموافقه على القرض هذاك، وهم ينتظروا حاليا مش انه اللجنه ولا المجلس هذاك يقع اجتماع. معناها المشاريع هذه راهي اللي اكتويلمون اون. ما هي نوعيه الصعوبات؟ وهذا بالنسبه لنا مهم باش يعطينا شنو الاجراءات اللي لازمنا ناخذها لدفع الاستثمار الخاص. راهو تعطيل كبير، راهو خلينا برشا من سيادتكم كان حاضر. ناس تبكي 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 من المشاكل اللي تعاني منها. ناس عنده 11 سنه و13 سنه وهو يعاني في المشاكل، يعاني في المشروع بيكبد عليه ويجري مش انه يوصل ما وصلش. معاناه كبيره للاستثمار. راهو بلادنا علاش نسبه البطاله؟ راهو عمليه بتاع اختناق للمبادره الفرديه في البلاد. ناتجه العديد من الاشكاليات اللي هي موجوده في برشا قطاع. النتيجه بتاع العمل بتاعنا هو باش نعطوه. منين جاء البلود الدروغلس؟ منين جاء خط الاستثمار الخاص في الجهات؟ اول حاجه تعدد المتدخلين وضعف التنسيق من نتائج جهات تشتت المستثمرين بين مختلف الادارات وكذلك تشتت جهود الاداره. اليوم انا مستثمر جديد حاب نبعث مشروع. عندي سونتر دافير، عندي بيبينيير، عندي فضاء المبادره، عندي لابي وغيره من الهياكل. الى اي مدى الهياكل هذه فما انسجام بيناتها، فما توزيع ادوار بيناتها. الى اي مدى هالهياكل هذه قادره باش انها تدفع الاستثمار. فماش وقع تقييم للشيء هذا؟ فماش وقع النظر في توحيد هالهياكل هذه عشان يكون عمليه الدفع نتاعها تكون قويه؟ ما هي فائده تعدد الهياكل نتاع المسانده والنتائج نتاع الاستثمار ضعيفه؟ راهي تتطلب مراجعه. راهو لو كان الثوره عملوها الشباب راهو عملوها للشيء هذا، لانه الشاب يجي عنده فكره نتاع استثمار ويمشي للهياكل هذه. انا كنت استاذ ونعمل دفع المبادره وكذا، وشاركت في العديد من الجهات في دفع الشباب. بيتشكاو المستثمرين واصحاب المبادره بالدور اللي تلعب فيه الهياكل هذه. ضروري نكونوا واضحين. ضروري نشوفوا الناس هذوم علاش هو فشل. جرى وفي الاخر بطل. يصعبها عليه. هذاك يعرف من هذاك، ما يقدم له حتى معلومه، ما يقدم له حتى افاده، ما يقدم له حتى يعني. يفشل في الاخر، يبطل. يجيك اعطيني امل ولا اعطيني حضاره، اعطيني خدمه في الوظيفه العموميه. 3 سنين ما ننجز وما وصلتش. ضروري انه ناخذها بجديه. ضروري انه ما يلزمناش نسكتوا على خبر اللي احنا حدثناه، على خلل اللي حدثناه. راهو تحريك بلاد وتصليح راهو ما يكون الا عبر هالشيء هذا. عدم السكوت على اي خلل اللي وقع تحديده. صعوبه التمويل، عدم قدره عدد من الباعثين على توفير التمويل الذاتي. نعطيكم حاجه، عدينا عام مش وقع الامضاء على التمويل الذاتي ما بين وسط لديه في الجنوب. على الشياع تعطل انتصاب المشاريع بها باعتبار صعوبه الحصول على التمويل. عدم معناها التمكن من الرهنين، معناها ما عندوش امكانيه باش انه ياخذ ورقه تثبت له ملكيتك الارض هذيك ويصدر بها البنوك. احداث لجنه مقترحه على المستوى المؤسساتي، احداث لجنه وطنيه تحت اشراف وزاره التنميه الجهويه والتخطيط لتذليل الصعوبات امام الباعثين مع تركيز منظومه متابعه الملفات على الخط. معناها المشاريع اللي هي معناها افيك سيستم دو سويفي ا ديستانس. احداث مجلس او هيئه تعنى بضبط استراتيجيه تمويل الاقتصاد. غير بمعناش التنسيق بين مختلف الاطراف المموله، البنوك المخاطره بي ام غير. احداث مرصد وبنك معطيات حول الدراسات والاستراتيجيات القطاعيه لمساعده البنوك على اتخاذ القرار. يجيك ساعات في سيكتور بنك تجاوبك لو سيكتور التلفوني. ما تنجمش نرفض على اي اساس؟ اعطيني الدراسه اللي اعتمدت عليها،
وخلينا الدراسه دي كان قبل ما نلعب المشروع نشوفها ونعرف لو كان السيكتور اللي هو مسكر ما عادش فيه امكانيه من غير ما نعمل دراسه ونعدي ونصرف ونعدي برشا وقت. احداث مرصد وبنك معطيات حول الدراسات والاستراتيجيات القطاعيه لمساعده البنوك ومساعده المستثمرين. تفعيل دور الهيئات الجهويه لبعض المؤسسات ودفع المشاريع المجدده مع مراجعه مهامها وتمكينها من وسائل العمل اللازمه. إعادة هيكلة إمكانات الاستثمار في اتجاه توحيدها ومراجعة دورها وطرق التصرف لديها. تعزيز دور دواوين التنمية مع إرساء منظومة للتنسيق وتبادل المعطيات فيما بين مختلف الهياكل المعنية. إرساء منظومة متابعة وتقييم لإنجاز الاستثمارات الخاصة وأداء الهياكل المعنية. دعم دور خلايا الإفراق لتشمل مختلف مراحل إنجاز المشروع. مزيد تفعيل مراكز الأعمال خاصة في الجهات الداخلية عبر تدعيم مواردها البشرية والمالية. تطوير الشراكة بين المراكز الناجحة مثل مركز ستارتس وباقي المراكز. تعميم إنجاز دار المؤسسة على مختلف الجهات. معناها شيء يونيك، مش المستثمر ما يبقاش ضايع ما بين إدارات متعددة. الإحاطة بالباحثين. تطوير منظومة إرشاد وتكوين الباحثين بما يتلائم مع متطلبات المشروع المرغوب إنجازه. التمويل والحوافز. مراجعة جدية لمنظومة تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر دعم قدرات بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة على المستوى الجهوي بما يمكن من تسريع نسق دراسة المشاريع ودعم سلطة اتخاذ القرار لإسناد القروض في المستوى الجهوي خاصة بالنسبة للبنوك العمومية. تطوير تدخلات شركات الاستثمار وصناديق الاستثمار بما في ذلك إحداث صندوق الاستثمار الاستراتيجي. تركيز آليات تمويل جديدة للمساعدة على خفض إشكالية نقص الموارد الذاتية. تجسيم برنامج العمل لتطوير منظومة التمويل الصغير ميكرو كريدي. الإسراع في الدخول حيز العمل الفعلي صندوق الإيداعات والأمانات الكاس دو ديبو اي دو كونسينياسيون عندها ميزانية ما يفوق 3000 مليون دينار. ضروري أن دورها يكون فاعل في التنمية الجهوية والتدخل في إيجاد المشاريع الهيكلية في داخل الجهات. الإسراع بمعالجة إشكاليات المديونية واعتماد صياغ عملية لتجاوز هذه الإشكاليات. برشا مؤسسات عندها إشكاليات متعطلة اليوم معناها لإشكال المديونية. الانطلاق في شهر أفريل في مراجعة منظومة الحوادث. مراجعة الخارطة الجهوية كود انفستيسمون مهم برشا مراجعة خارطة التنمية الجهوية اللي فيها امتيازات. فما معتمديات اللي هي 8%، معتمديات 15%، معتمديات 25%. اليوم فما العديد من المعتمديات اللي فيها نسب بطالة كبيرة ونسب فقر كبيرة، والامتيازات اللي فيها 8% ولا ساعات ما تتجاوز 15%. ضروري اليوم إعادة الخارطة هذه. التسريع في وضع الإثبار الموحدة لبعث المشاريع حيز العمل. معناها كما بروسيدور ستاندارد اللي هي لبعث المشاريع. اعتماد قائمة سلبية في التراخيص المستوجبة بأمر. العديد من الأوراق لازم يجيبها، فما برشا أوراق يستحيل استعمالها. علاش ما نحاوهاش وربحوا المستثمرين منها. إعداد دليل إجراءات المشاريع والمؤسسات يتضمن كل المراحل الإدارية. الإسراع في تكوين الرصيد العقاري الصناعي في المناطق الداخلية. اختصار آجال إعداد أمثلة التهيئة والنظر في إمكانية إعفاء الجهات من إعداد أمثلة التهيئة التفصيلية بالتنمية بالنسبة للمناطق الصناعية. النظر في إمكانية التفويت الآلي أو على الأقل تسريع مساقه لفائدة الهيكلة العقارية الصناعية في أراضي المدخرات الصناعية. الإسراع بإجراء المسح العقاري. أكبر مشكلة في تونس هو هذا، مسح العقاري في تونس. معناها مسألة تنموية ذات أهمية للغاية حتى يتمكن المستثمرين من رهن عقاراتهم وبالتالي تمكينهم من إنجاز مشاريعهم. وشكرا على الانتباه. معناها سامحوني كان طولت، فما النقطة الرابعة بعد معناها إن شاء الله نقدمها. الملخص. اليوم نجحنا في الاستشارة حول المشاريع التنموية. ضروري ننجحوا في تقييم ومتابعة المشاريع
تاع 2012 وضروري نخدموا مع بعضنا بإنجاز. ولإنجاز المشاريع التنموية العمومية ولا المشاريع الاستثمار الخاص راه يتطلب جملة من الإجراءات ضروري المصادقة عليها واتخاذها قوة وجهد. وشكرا. يا سيد الوزير، والله كفاءة وثروة وطنية، بارك الله فيكم وشرحت المجتمع التونسي ويعطيك الصحة. هذه كفاءات محتاجاتها تونس فعلا. بارك الله فيك. بارك الله فيك سيد الوزير. عملية الإحداث الطاغية تطور لنا إن شاء الله كافية وشافية. الحقيقة أنه الواقع يلزم السادة النواب يحطوه معناها نصب عيونهم أن